ليه بنكرر نفس النوع من العلاقات رغم الألم؟ هل حسيت قبل كده إنك دايماً بتقابل نفس الشخص بس بوجه مختلف؟ نفس الإهمال، نفس التجاهل، نفس الخيانة؟ ممكن يكون السبب إن عقلك الباطن هو اللي بيختار. إزاي بيختار اللاواعي شريك العلاقة؟ العقل الباطن بيحب المألوف مش الصح. لو أنت متعود على التجاهل من الصغر، فغالباً هترتاح للشخص اللي يتجاهلك لأنه مألوف، مش لأنك بتحبه، لكن لأنك اتبرمجت عليه. أمثلة: اللي كان دايماً بيرفض في طفولته ينجذب لناس ما بتديش اهتمام. اللي اتربى في بيت فيه صراخ يرتاح للعلاقات الدرامية. هل أنت بتجذب بالأشخاص المتعبين؟ الناس اللي بتختارهم مراية للي جواك. العقل الباطن بيخلي عندك استعداد لجذب نوعيات معينة، مش لأنهم الأفضل، لكن لأنهم الأنسب لقصتك القديمة. أنماط لا واعية: احتياج للتقدير، تختار حد بالد علشان تثبت نفسك. قناعة إنك مش كفاية، ترضى بالقليل. خوف من الوحدة، تتعلق بأي شخص حتى لو مؤذي. تمرين كشف النمط العاطفي: اكتب 3 علاقات أثرت فيك، جنب كل علاقة كانت عاملة إزاي؟ دعم، تجاهل، تحكم، حب مشروط. لاحظ النمط المشترك. اسأل نفسك: إيه أول مرة في حياتك حسيت بالإحساس ده؟ اكتبه. دي بداية الشفاء. العقل الباطن بيقرر اللي ما فهمتوش علشان تتعلمه المرة دي. نصائح عملية: اعرف نمطك العاطفي اللاواعي. لاحظوا أول ما يظهر في أي علاقة جديدة. اربطه بجذر طفولي واضح. اختار وعي جديد يخدمك مش يكررك. الوعي بالنمط هو أول خطوة لكسر الحلقة. أنت مش ضحية ولا غبي علشان قررت نفس الغلطة، لكنك بتعيش بناء على برمجة قديمة. دلوقتي معاك المفتاح. شاركنا نمط بيتكرر في علاقاتك وفين تتوقع إنه بدأ. ما تفوتش الحلقة الجاية: هل العقل الباطن بيخاف من التغيير وليه؟